انت مش محتاج كاميرا غالية ولا مايك ب2000 جنيه علشان تبدأ. انت اللي محتاجه علشان تبدأ هو انك تفهم الحاجات اللي لو بدأت بيها من اول يوم هتوفر على نفسك شهور من الفشل. الفيديو ده لكل واحد نفسه يعمل ويبدأ محتوى، سواء على منصة اليوتيوب او تيك توك او انستجرام او اي منصة غيرهم او فيسبوك كمان يا عمي، ولا تزعل. خد نفس عميق وخليني اقولك ايه ال6 حاجات دول اللي لازم تبدأ بيهم بخطوات بسيطة وباللغة اللي تفهمها. تمام؟ وعلشان ما نطولش عليكم خلوني أبدأ معاكم بأول حاجة. عايزك تحدد هدفك بوضوح. طبعا انت داخل تعمل محتوى ليه؟ هل عايز تكتسب الشهرة أم الفلوس أو عايز توصل الرسالة؟ انت لازم تحدد هدفك من الأول، علشان هو ده اللي هيحدد أسلوبك مع المشاهدين وهيحدد إن كنت تستمر ولا لأ، ولا إيه الدنيا معاك بالظبط، ولا هتستمر مع الكمال ولا إيه بالظبط. فأنت كشخص لازم تحدد هدفك. حددت هدفك؟ تمام. أنا تعال نحدد هدفي مع بعض. هدفنا إحنا كمنصة رمز الفكرة أول 3 حاجات ديت: الشهرة والمال وتوصيل المعلومة. حط تحت منهم خط. تاني حاجة الفكرة الواضحة والمحدودة. ما ينفعش تقول أنا هعمل محتوى عام، لازم فكرة محدودة زي مراجعات موبايلات، تعليم لغة، أو حتى يوميتك، أو حتى أنت تجرب تشتغل من البيت. ما ينفعش تعمل محتوى عام بس كده، ما ينفعش. أنت دلوقتي الجمهور هيتفرجوا عليك على إنك بتقدم محتوى إيه. أنا بتفرج على واحد لأنه بقدم محتوى مراجعة موبايلات، هتفرج على التاني بقدم محتوى مثلا جيمنج، أنا كده هطلع منه. انا كده دي محتوى عام. انا اتفرجت عليه النهارده على انه بيقدم محتوى مراجعه، بكره الاقيه منزل جيمنج، انا هطلع منه، هلغي المتابعه معاه. فلازم تحدد فكره واحده علشان تقدر تحدد مستقبلك. تمام؟ دي من حيث الهدف. تمام؟ واحنا كمنصه رمز الفكره التحديد اللي حددناه هي منصه رمز الفكره، المنصه اللي بتجمع بين الابداع، تطوير الذات، النجاح المالي. وبعدين ننتقل على ثالث حاجه وهي ابدا بالموجود، مش بالاستمراريه او بالغليان او كده. خد نفس بقى وتعالى اقول لك، ما تستناش لما تجيب مايك ب3000 جنيه. استخدم موبايلك. اهم حاجة انك تبدأ وتتعلم من الطريق. دلوقتي انا هقول لك انه الفيديو هيجيب مشاهدين، هيجيب كل شيء، بس يعني محتاج تطور من نفسك. بس انا بقول لك مش تقف في صناعة المحتوى على مايك ب3000 جنيه. انا جايب مايك ب250 جنيه بويا ام 1، حتى لو فعلت ربح ده هيفضل معايا. فانا بقول لك مش تفضل على المايك او تقف على المايك او تقف على شيء معين، اضاءة، مايك. ممكن الموبايل بتاعك يعمل كل شيء كل شيء، بس انا عارف انه بيأدي بس ضعيف، بس بيعمل بالاول وبالاخر، بيسلك بيه بس ضعيف. لو معاك اشتري، مش موجود ما توقفش. انا بقول لك ما توقفش. فاحنا طبعا شاريين مايك بويا ام 1 وقدامنا تليفون بيصور اورنج لايت 250 جنيه، 250 جنيه دلوقتي يمكن 300. تالت حاجة أو رابع حاجة، دور على الهوية البصرية، اللوجو، الصورة، كل شيء. انت مش قناة، ده انت علامة تجارية يا صاحبي. لو انت عملت كده من الاول هتتثبت بسرعة في المنصة. دلوقتي انا مش بقول لك ما تعملش بانر ولا لوجو ولا اسم معرف ولا اسم ليها ولا اي شيء، اعملها وحددها، ودي حاجة كويسة جدا وبداية محترمة. خليها محددة للجميع، وخلي الهوية البصرية الالوان اللي تستخدمها بالصورة والكتابة، ومثلا طريقة الكتابة اللي على الخط وزي كده. فدي كلها حاجات مهمة، وزي ما انتم شايفين طبعا انه هي دي الهوية البصرية معروضة قدامكم طبعا بتكون للجميع. وخامس حاجة، اعمل جدول نشر واضح. في البداية منصة اليوتيوب مش هيكون عارضين لك جدول نشر. تمام؟ فانت محتاج تصمم جدول نشر واضح. ونصيحة مني، انشر كل يوم اخر النهار بعد الساعة 6. كل يوم اخر النهار انشر محتوى بعد الساعة 6 علشان تقدر تنجح. ما تنشرش الظهر ولا العصر ولا المغرب، انشر من بعد الساعة 6 محتواك. انا كنت انشر في بدايتي بعد الساعة 6. فلو انت كنت شخص مبتدئ واليوتيوب لسه ما عرض لكاش اوقات النشر بتاعتك، انشر بعد الساعة 6. سادس حاجة، اتعلم منتج بسيط بس احترافي. في برامج مجانية زي كاب كات او VN.
انت بتعلم تقطع وتحط موسيقى وتكتب كلام على الفيديو، صور مصغرة وظل وكل شيء. طبعا في ان محتاج اندرويد 12 و13 و14 و15 و16، محتاج الاندرويد العالي. كاب كات بينزل على جميع الاجهزه، ممكن نوكيا. فمفيش كاب كات او مفيش في ان استخدم كاب كات، ما تقفش عن شيء معين. في مونتاج برنامج حاول انك تصور وتمنتج، مفيش حاول انك تصور وترفع. اما سابع حاجه، اسال دايما المشاهد هيستفاد ايه. وطبعا دي الحاجه اللي انا ممكن اقدمها لك داخل الفيديو. اسال نفسك دايما المشاهد هيستفاد ايه من الفيديو. اعرف دايما ان كل المشاهدات بتفكر بنفس الوقت، مش في فخ ولا في حاجه. دايما تخلي المحتوى بتاعك يتقدم والقيمة بتاعته تعلى. ايه هي الحاجة دي او ايه هي الشيء ده اللي انت ممكن تطور منه مع الوقت؟ انا شايف اني استمر في محتوايا كرمز الفكرة. الحمد لله الحمد لله انا وسعت من البداية، ومش هقول لك ان انا لسه شايف، لا انا شفت خلصت، انا شفت خلصت. الاستمرارية بتاعتي هي اللي ممكن تنجحني. انا في البداية كنت منشر محتوى فقط لليوتيوب، اما مع الوقت قلت طب انا في غيري قنوات كتير فيها ملايين من الالوفات قنوات يوتيوب وشروحات، والناس هيستفادوا منهم وخلاص متشبعين يعني. فقلت ايه رأيي لو انا قدمت لهم محتوى عن الابداع وتطوير الذات والربح من الانترنت. الابداع تطوير الذات نجاح مالي. فبدات انشر الفيديوهات دي، بقيت انشر عن اليوتيوب، بدات انشر عن تطوير الذات والربح من الانترنت. حلاوه الموضوع انه ده كله مرتبط ببعض وده كله مكمل بعض. تمام. فالحمد لله كويس. وحابب اقول لك ان السر مش في المعدات والسر مش في الوقت. انا حابب اقول لك اتعلم من كل شيء غلط وابدا من دلوقتي، واكتب لي بقى في الكومنتات إيه انت نفسك تبدا ازاي، وانا هساعدك بخطوات عمليه من اول يوم ان شاء الله. ولو استفدت من الفيديو دوس لايك واشترك، لان عندي ليك سلسله كامله هتخليك تبني محتوى ناجح خطوه بخطوه. وما تنساش ان انا عامل قائمه تشغيل اسمها الربح من اليوتيوب. القائمه دي فيها جميع الحاجات اللي ممكن تكسب منها من اليوتيوب، والفيديو ده هيكون بها باذن الله. شكرا للجميع. كان معكم رمز الفكره ابراهيم شفيق. رمز الفكره هي المنصه التي تجمع بين الابداع، تطوير الذات، النجاح المالي. رمز الفكره، فكر بذكاء واربح بجدارة. شكرا.